زهقتي من وصفات الكنافة التقليدية وعايزة تعمليها بطريقة عبقرية؟ يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هقولك ازاي بأقل كمية من الكنافة تطلعي معاكي أحلى وأطعم قبات كنافة، محشية مكسرات، محشية قشطة، كله ماشي. خطيرة جدا. هقولك ازاي تطلع بالشكل ده، شاربة الشربات بتاعتها، ولا مفرولة ولا بتتكسر، مقرمشة بلون خطير. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هنحضرها مع بعض وهي الشربات، لان احنا محتاجين شربات تقيل وكمان بارد. استخدمت عندي كوبايتين من السكر، هحط عليهم كوباية واحدة بس من المية. اي كوباية متوفرة عندك استخدميه بنفس مقدار الكوباية. كوبايتين سكر، كوباية مية، عصير كده نص ليمونة، وابدا ان انا بدون تقليب ارفعها على النار. هرفعها على النار كده بدون تقليب علشان ما يسكرش. اول ما الشربات يغلي كده والسكر يدوب بالشكل ده، ههدي عليه النار 5 7 دقايق. في الاخر بقى احط له نقطتين من الفانيليا، كيس من الفانيليا اللي بالسكر، وكده جاهز عندي. بطفي عليه واسيبه بقى يبرد معايا تماما علشان يكون شربات كده تقيل وبارد. طيب لو حابه تعملي الكوبات دي بالكريمه كده او بالقشطه الكدابه، تعالي اقول لك. هاتي كوبايتين من الحليب وحطي عليهم 4 معالق كبار من النشا. انا الكميه دي بعملها كتيره شويه علشان بحب اوفر على نفسي. لو بكره هحشي قطايف، هعمل كورنيهات كنافه، فبابقى محضراها مره واحده. لو هتستخدمي على قد وصفه النهارده، اعملي كوبايه واحده من الحليب عليها معلقتين كبار من النشا. يبقى هنا حطيت كوبايتين حليب، 4 معالق من النشا، وهقلبهم كويس قوي على البارد، وارفعهم معايا على النار متوسطة. تقليب مستمر لغاية ما الكريمة دي تتقل معايا. هفضيها في طبق أو في بولة واسيبها بقى تبرد معايا تماما، علشان عايزاها كتل كده أو تتقطع وأنا بحطها جوه القبات بتاعة الكنافة، ما تبقاش سايلة كده وسايبة. وفي الآخر كده لما تغلي هحط لها نقطتين من الفانيليا. أنا ما ضفتش عندي هنا سكر علشان أنا باكتفي بالشربات اللي أنا هاسقي بيه الكنافة. كده كمان حشوة القشطة أو المهلبية بتاعتنا جاهزة، نفضيها بقى ونخليها معانا على جنب. طيب تعالوا بقى نشوف الكنافة. معايا هنا نص كيلو من الكنافة. أنا مش هستخدم النص كيلو كله، هاخد منه، هنوزن دلوقتي وأقول لكم أخدت قد إيه وطلع معايا كمان قبات قد إيه، عشان لو حابة تعرفي الوزن بتاع الكنافة هيطلع معاكي قبات قد إيه تكوني عارفة. جبت كده معايا الكنافة، حطيتها في الفريزر عشان اطلعها يبقى سهل عليا ان انا اكسرها او افتتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتكون سهلة جدا، ممكن كمان تعمليها في الكبة، مش هتاخد منك وقت خالص. هكسرها وافتتها، اهم حاجة تكون ناعمة خالص علشان تبدأ ان هي لما تيجي تشكليها تتماسك معاكي كده بسرعة. تعالوا كده نشوف استخدمنا قد ايه. دول كانوا نص كيلو 500 جرام، ما استخدمتهاش كلها. الكمية اللي اتبقت معايا تعالوا نوزنها، حوالي كده 150 جرام. يعني انا استخدمت معايا في الطبق البنكي ده 350 جرام من الكنافة، هم دول اللي انا هشتغل بيهم النهاردة، والتانيين هحطهم في الفريزر مفيش مشكلة لأي وصفة تانية. معايا كوباية الا ربع كده من السمنة. السمنة مدوباها، وهبدأ ان انا احطها معايا على الكنافة بالشكل ده وافركها معايا كويس جدا جدا. تقدري تعملي ميكس بين السمنة والزيت، بس بلاش زيت، بس هينشف الكنافة ومش هيديلها طعم. وانا عن نفسي ما بفضلش الزبدة في الكنافة، لان بيبقى فيها ميه كده او سوائل في الزبده، فبتنشف معايا الكنافه. لكن السمنه بتديني الطعم والريحه واللون وكل حاجه. انا فركت الكنافه بالكوبايه الا ربع من السمنه، حسيت ان هي ناشفه شويه او مش عامله زي عجينه كده ومفروله، لان انا محتاجاها تكون متماسكه علشان تعرف تتشكل كويس. فضفت كمان ربع كوبايه. فعلى 350 جرام من الكنافه استخدمت معايا كوبايه من السمنه السايحه. هبدا ان انا اقلبها بالشكل ده لغايه ما تحسي ان كل حبات الكنافه اتشربت او اتشبعت معاكي كده بالسمنه، زي التشيز كيك كده بالظبط. البسكوت بتاعها لازم يكون متشرب بالزبدة كويس علشان يتماسك معاكي. جبت صاج كده وبالفرشة أخدت من نفس الكوباية اللي كان فيها السمنة دهنة بسيطة خالص كده، مسحت الصاج اللي أنا هشتغل فيه. وتعالي بقى نشوف طريقة التشكيل. أي فنجان موجود عندك، أي مج، أي كوباية صغيرة كده استخدميها. الفنجان المربع ده، الفنجان المدور، الفناجين بتاعة القهوة المتوفرة في أي بيت. ممكن تحطي كيس تلاجة كده خفيف تقطعيه نصين وتستخدميه. بس الأسهل اللي مش هيسيب علامات معاكي في الكنافة من تحت هو الاسترتش راب اللي بنغلف بيه الأكل. ببدأ إن أنا أجيبه وأغلف بيه الفنجان بالشكل ده. والخطوة دي بقى ما تنفعش غير بإيدك. تاخدي شوية من الكنافة وتبسيها كده في الفنجان كويس جدا جدا، وتعملي زي حواف كده أو أطراف علشان تعرفي تحطي الحشوة.
أنا كمان الكريمة دي كانت لسه ما بردتش، لكن إحنا عايزينها تبرد كويس أوي علشان تعرفي تحطي طبقة الكنافة اللي فوق دي وتضغطيها كويس أوي. حطي بقى الحشوة بتاعتك في النص، وحطي بقى فوقيها الكنافة واضغطي كويس أوي علشان تقفلي معاكي القب كده بتاع الكنافة. بعد كده هتبدئي إن أنتِ تقلبي الفنجان وتشيلي كده بالstretch wrap، هيطلع معاكِ في منتهى السهولة زي ما أنتم شايفين. كده تمام جدًا، طلعناه أهو، هتشيلي الstretch wrap وتستخدميه مرة تانية، والفنجان كده جاهز معانا أو الكب بتاعنا ده حطيه في الصاجة اللي أنتِ دهناها. طب تعالوا نعمل حشوة سريعة كده بالمكسرات، المكسرات البسيطة السهلة الاقتصادية، شوية جوز هند، شوية زبيب، شوية سوداني مجروش. الحشوة دي أنا باحبها جدًا في القطايف وفي الكنافة، واستخدمتها في الكبات بتاعتي النهارده. طبعا حطي اي ميكس مكسرات انت حباه، مفيش اي مشكله. مش هحط برضو على المكسرات اي سكر، زي ما انا ما حطيتش على الكريمه او القشطه دي اي سكر، لان هنكتفي بالشربات اللي احنا هنسقي بيه. حطيت كده الزبيب وهقلب كله مع بعض، وهبدا ان انا بقى اخد منهم واحشي بنفس الطريقه. هغلف كده الفنجان بتاعي واخد من الكنافه، وابدا ان انا احطها في الفنجان من تحت، اضغطها كويس جدا واعمل حواف او اطراف، واخد معلقه صغيره كده من الحشوه، سواء كريمة سواء مكسرات أي حاجة، وأبدأ إن أنا آخد كنافة تانية وأحطها على الوش كده وأضغطها وأكبسها وأقفلها كويس جدًا جدًا. أهم حاجة الكنافة تتشبع بالسمنة كويس علشان تقفش كده وتمسك في بعض وما تفكش معاكِ ولا تفرول كده جوه الفرن، دي أهم خطوة. نبدأ بقى إن إحنا نطلعها بالشكل ده ونحطها في الصاج أو الصينية، كده هنخلص الكمية كلها سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت معاكِ إطلاقًا. كده عملنا معايا بال350 جرام من الكنافة، حضّرنا 14 قطعة من كبّات الكنافة. دي كمان قطعة كده عملتها سادة بدون أي حشوات، يعني ممكن كمان تعمليها سادة. أنا عملت mix كده بقى بين المهلبية والمكسرات والسادة، كانوا حلوين جدًا. هارُص بقى كلّهم في الصينية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهُم كده جاهزين عندي زي ما قُلت لكم 14 قطعة. مش هاعمل فيهم أي حاجة دلوقتي غير إن أنا هاخدهم وأدخّلهم معايا الفرن. باقي القشطة دي أنا هاحطها معايا في التلاجة، بتقعد تقريبًا 3 أيام في التلاجة مش بيحصل لها أي حاجة. استخدميها بقى في القطايف، في كورنيهات الكنافة، في أي حشوات أنتِ حاباها. طب تعالوا نتفرج على الجمال بقى ونشرح التسوية المضبوطة. أخدت بقى الصاج ده ودخلته عندي على فرن سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني فرن أعلى من المتوسط بشوية. مشغلة الفرن من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها هتوزع معاكي الحرارة. بتسيبي بقى الكنافة أول ما تلاقي الأطراف من تحت أو القاعدة كده بتاعتها أخدت اللون الذهبي المحمر المطلوب، بتقفلي عليها من تحت وتشغلي لها الشواية مع المتابعة لغاية ما تاخد اللون الحلو المطلوب من فوق. ما بتاخدش ثواني تحت الشواية علشان ما تتحرقش معاكي. طلعيها بقى، وأول ما تطلعي الكنافة وهي لسه سخنة في الصينية كده، على طول بالشربات التقيل البارد علشان تبدأ إن هي تشربه، يبقى الشربات تقيل وبارد وكمان الكنافة لسه طالعة وسخنة. نسقيها بقى هتشرب معاكي العسل. وبصوا يا جماعة من تحت بتكون خطيرة ومتشبعة كده بالعسل وطعمها مسكر رهيب. تعالوا نشوف دي اللي بالمكسرات، شايفين ما شاء الله، شايفين شاربة العسل ازاي. ودي بقى اللي بالمهلبية أو بالقشطة أو بالكريمة حسب ما تسموها. أحلى حاجة ممكن تاكليها في الدنيا، خطيرة وسريعة في منتهى الشياكة، ما بتاخدش وقت معاكي خالص. جربوها حبايبي وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة. مع السلامة.